ازيكم عاملين ايه؟ طلبة تانية ابتدائي نحل مع بعض exercise 27 على درس story problems on fractions. ده رقم تليفوني اللي حابب يتواصل معاك. تعالى كده نقرا. بيقول لك بس مقاس 3 بوكس he read 2 of them، يعني عنده 3 كتب وهو قرا 2 منهم. يبقى what is the fraction of books did باسم read؟ ايه بقى الجزء، ايه الفراكشن اللي بيعبر عن ان هو قرا في الكتب؟ طبعا يا مستر تعالى نشوف كده. انا ايه الفراكشن؟ طبعا كلمه لما يقول لك وات فراكشن قلت لك في الحصه شد خط، رقم من فوق رقم من تحت. الرقم اللي من تحت عباره عن ايه؟ العدد كله. انت شايف ايه العدد؟ هم 3. قال لك هو قرا 2 بس، طب هو عايز الفراكشن بتاع ايه؟ البوكس اللي هو قراه، يبقى 2 بس. 2 فيرس 3 بس، لا اكتر ولا اقل يعني. ماشي. طبعا دي الحاجات بس ايه لو انت عايز ترسم فيها بتاع براحتك يعني. بيقول لك انا كده ساره baked a pie and cut it into 4، يعني خبزت فطيره وقطعتها لاربع حتت زي ما انت شايف كده اهو. ماشي. equal pieces her family ate 3 pieces، عيلتها اكلوا 3. what fraction express the number of pieces remaining؟ ايه الفراكشن اللي بيعبر عن القطع اللي متبقية؟ بيقول لك مينا عنده 4 بولز، مينا عنده 4 كور، واحدة منهم ريد one of them is red والريست والباقي يلو. ايه الفراكشن بتاع اليلو؟ بيقول لك ادم بوت اشترى 3 بيس بيتزا، يعني ايه بيتزا؟ عبارة عن 3 قطع which he ate 2 pieces of it، هو اكل قطعتين بس. تمام، يبقى عندك بيتزاية اهي وهو اكل 2 منهم. what is the fraction of the remaining piece of pizza؟ ايه الفراكشن بتاعت remaining اللي متبقية؟ دي اللي دي بس اللي اتبقت، يبقى اديها مستر 1 من اصل كام قطعة؟ 3 قطع. يبقى قطعة واحدة اتبقية من اصل 3 قطع. فاهم انا بقول لك ايه؟ اتمنى تكون فاهم يعني. هبة has 4 cookies، هبة عندها 4 بسكوتات. she gave her friends her friend صاحبتها 2 of them، هي اديتها 2. what fraction of the corresponding to the number of pieces that هبة shared with her friend؟ يبقى الفراكشن اللي هو corresponding، كلمة corresponding يعني اللي ماشي مع عدد القطع اللي هبة shared يعني وزعتها with her friend مع صاحبتها. مريم هذا ساندويتش، عندها ساندويتش divided it into 3 equal pieces، قسمت الساندوتش 3 حتت قد بعض and ate one of them، وأكلت واحدة منه. طب هي قسمتها، هي عندك ساندوتش اهو اتقسم 3 حتت قد بعض اهم. تخيل بس انهم قد بعض، بس ايه الرسمة مش طالعة مظبوطة اهو. بيقول لك هي أكلت واحدة، هي أكلت واحدة. what fraction of sandwich left؟ ايه الفراكشن اللي بيعبر عن الجزء المتبقي؟ هو المستر كلها كام جزء؟ 4 سوري 3. ايه اللي اتبقى؟ 1 2 بس. شايف الدنيا حلوة جميلة ازاي؟ طيب احمد هاز 2 ماربلز، احمد عنده زي كورتين يعني. تمام. طيب he gives one marble to his brother، وادى واحدة لاخوه. يبقى ايه الفراكشن of the marbles does احمد have now؟ ايه الفراكشن اللي احمد معاه دلوقتي؟ حبيبة has 3 pieces، عندها 3 قطع من البسكوت. if she eat all the pieces، هي أكلت كل القطع. what fraction represents the number of cookies she ate؟ ايه الفراكشن اللي بيعبر عن الكوكيز اللي هي أكلتها؟ طيب حلو السؤال ده. ايه اللي بيعبر عنه؟ هي عندها 3 قطع اهم دول كلهم، وهي بيقول لك هي أكلت كله، يبقى هي أكلت 3 قطع. انت عارف بقى لو كان قال لك مثلا القطع اللي هي ما اكلتهاش، قال لك مثلا fraction represents the number of cookies she، وقال لك شال لك كلمة ate وقال لك doesn't eat اللي هي ما اكلتهاش، هي اصلا هل هي ما اكلتش حاجه؟ لا يا مستر، ده هي اكلت كل حاجه. يبقى اللي هي ما اكلتوش ايه؟ صفر. ايه ده يا مستر، انا ممكن احط صفر؟ ايه المشكله عادي. ما انا افرض انا جيت قلت لك مثلا عندي 3 حتت اهم، وقلت لك انا لونت لك كله، جيت قلت لك ايه الفراكشن اللي هو مش متلون؟ طب يا مستر ما فيش حاجه مش متلونه، ده هو كله متلون بس، يبقى 0 اوفر 3 مثلا يعني. ماشي، نفس الفكره يعني. ماشي. طيب question 9 بيقول لك هاني was responsible for bringing footballs of the team، يعني هاني مسؤول. كلمة responsible for يعني مسؤول، مسؤول ان هو بيجيب الكور بتاعت الفريق، مش هو اللي بيلم الكور يعني. he brought 3 balls to practice، هو لم 3 كور اهو. brought يعني جاب او احضر يعني، جاب معاه 3 كور to practice عشان التمرين. but 2 of them were hold، يعني هو جاب معاه 3 كور
طيب كلمة هولد دي معناها مخروم يعني، ماشي. فبيقول لك كورتين منهم كانوا مخرومين. طيب وات فراكشن ريبريزنت ذا نمبر، ايه الفراكشن اللي بيعبر عن الكور، نمبر اوف بولز عدد الكور، ذات هاني كان يوز اللي يقدر يستخدمها. ايه الفراكشن اللي بيعبر عن ان ممكن هاني يستخدمه؟ ما هو خلي بالك، انا في عندي كام كوره كلهم من مستر كلهم 3، بس ايه اللي اقدر استخدمه؟ انا قلت لك انا جايب 3 كور، 2 منهم مخرومين، ايه اللي اقدر استخدمه؟ واحده بس منهم، يبقى 1 اوفر 3. تمام، خلي بالك بقى. طيب بيقول لك انا ويز ابراهيم بيتزا consists of، يعني consisting of يعني بيقول لك ابراهيم مع بيتزا متكونه من 2 بارتس، البيتزا متكونه من جزئين. he ate one of them، هو اكل جزء منهم. what is the fraction is corresponding to the parts of the pizza that ابراهيم ate، يعني ايه الفراكشن corresponding to، يعني بيعبر عن او اللي ماشي مع الاجزاء من البيتزا اللي هو اكلها ابراهيم. ate اكلها. سلمى has 4 flowers، عندها 4 ورود. 2 of those flowers are pink، 2 منهم لونهم pink. what are the fraction of the flowers اوبا not pink، انا عايز الفراكشن اللي هي not pink. طيب بيقول لك هاني هاز 1 blue pen، عنده قلم ازرق واحد و 3 red pens، وعنده 3 قلم، في 3 كمان اهم، 3 ايه، 3 ريد 3 احمر، ماشي. يبقى 2 واحد ازرق و3 احمر. What is the fraction of هاني's pen are red، ايه الفراكشن اللي بيعبر عن ان القلمة are red حمراء؟ طيب تعال نشوف مريم عملت ايه. مريم هات 4 blue beads، عندها 4 خرزات زرقاء. she gave 3 of them to her friends، هي ادت 3 منهم اهو لاصحابها. what fraction represents the beads اللي هي الخرز remaining with her، ايه هو بقى الفراكشن بتاع الخرز اللي اتبقى معاه؟ طيب بيقول لك انا سامي وانت تو جيت ا بيتزا، سامي راح عشان يجيب بيتزا. The pizza was cut into 6 slices، البيتزا اتقطعت في 6 حتت. He ate 2 slices، هو أكل حتتين. What fraction expresses the number of slices سامي ate، ايه الفراكشن اللي بيعبر عن الحاجات اللي هو أكلها؟ طيب بيقول لك هنا كده 6 rabbits are running in the field، في 6 أرانب عمالين بيجروا في الملعب يعني. 4 run away، 4 جريوا. What fraction of the rabbits are left، يعني كان في عندك 6 أرانب وهم في الملعب، كانوا مع نفسهم وهم في الملعب اهو. في 4 منهم جريوا، 1 2 3 4 5 اهم، سوري 1 2 3 4 اهم. 4 منهم طلعوا يعني راحوا كده مشوا اتكلوا على الله، جريوا. كلمة ران اواي جريوا. ايه الفراكشن اوف ذا رابتس ليفت، الفراكشن بتاعت الرابتس اللي اتبقوا؟ بيقول لك فراكشن بروجكت 1، ماشي يعني بتاع كده بيلعب معاك شويه يعني. بيقول لك ديفايد ذا ريكتانجل انتو 3 equal بارتس، عندك الريكتانجل اهو قسمه 3 حتت قد بعض. ديفايد يعني قسم 3 حتت قد بعض. اند كولر ات از ايجيبشن فلاج، ولونه بالمنظر ده. ايجيبشن فلاج اللي هو العلم المصري، يعني اول جزء احمر، تاني جزء احمر سوري ابيض، تالت جزء لونه اسود. طبعا مالكش دعوه بعالم النس يعني، هو ما طلبش منك حاجه، هو مجرد بس التقسيمات دي يعني. بيقول لك هنا ايه وات از ذا فراكشن اوف ريد كلر، ايه الفراكشن بتاع الريد، ايه الفراكشن بتاع الوايت، ايه الفراكشن بتاع البلاك، ماشي. برضه نفس الشيء قال لك قسم بقى مراد السيركل دي لأربع أجزاء قد بعض. واحد منهم جرين سوري يعني لون جزء جرين، وقال لك تو بارتس جزئين اورنج والباقي عامله بلو. ايه الفراكشن بتاع البلو، ايه الفراكشن بتاع الكالرد بارتس اللي هي الأجزاء المتلونة كلها يعني. فراكشن اوف ذا الاورنج، فراكشن بتاع البلو بس. تمام. والحمد لله خلصنا من شابتر 11، ناقص لنا اخر شابتر 12. خلاص القصة بتخلص. ده رقم تليفوني، حابب يتواصل معايا. ذاكر كويس يا حبايبي، ربنا معاك، مع السلامة.